غوركان أويغون ولد في مدينة إزمير في تركيا، وذلك في اليوم 27 من شهر مايو في عام 1974. تخرج أويغون من المعهد التركي للفنون الجميلة، وذلك في جامعة اسطنبول، وبعد أن تخرج قام بالانتساب لمسرح يسمى بيرمان. وأحب غوركان التمثيل منذ صغره، وقام بالتمثيل في بعض المسرحيات التي كانت تقام بالمعهد. صرح الفنان غوركان بالزواج من شيبنام جيلان، ورزقه الله بطفلة جميلة قام بتسميتها بليم واتش، وذلك في منتصف بدأ الفنان غوركان مسيرته الفنية. قام بتأسيس مسرح خاص به مع أحد أصدقائه. قام بالتمثيل في جميع أقسام الفن، وظهر بالعديد من الأفلام والمسلسلات، وقام بالتقديم والمشاركة في العديد من المسرحيات، وأصبح من الفنانين الأتراك المشهورين بعد قيامه بدور البطولة في مسلسل وادي الذئاب. من المعروف أن كثيراً من الأشخاص يقومون بتحليل شخصية الممثلين الأتراك، ويهتمون بذلك العمل كثيراً، ولذلك قام أحد الأشخاص بتحليل شخصية الفنان غوركان أويغون، والذي اتضح أنه شخص مهذب وله الكثير من الصفات الجميلة، والتي من ضمنها أنه يكره العنف بجميع أشكاله، كما أنه يحب الأطفال كثيراً. صرح الفنان غوركان أويغون أنه على الرغم من حبه للأطفال إلا أنه لا يحب أن يتحمل المسؤولية. أفضل الهوايات التي أعلن عنها هي صنع التماثيل الصغيرة، كما أنه يقوم برسم بعض اللوحات وعمل إطارات للصور، وذلك بسبب دراسته للفنون الجميلة. كما قال الفنان غوركان أنه يحب العزف على بعض الآلات الموسيقية، والتي منها المزمار والناي، كما أنه يحب الاستماع إلى الأغاني التركية وموسيقى العاج. ومن المعروف عن الفنانين الأتراك أنهم يقومون بممارسة الرياضة حتى يحصلوا على الوزن المثالي والطول المثالي. يتميز ميماتي باش بالشجاعة والإقدام، وهو دائماً على استعداد للقتال من أجل الحق، كما أنه يتمتع بذكاء حاد، ويجيد استخدام مهاراته في التخطيط والتنفيذ. وقد حظيت شخصية ميماتي بشعبية كبيرة في العالم العربي، وأصبحت من أكثر الشخصيات المحبوبة في المنطقة، وقد تم دبلجة المسلسل إلى عدة لغات بما في ذلك العربية، مما ساهم في انتشار الشخصية في العالم العربي.